زمن الغلاء اللي احنا عايشين فيه ده، الناس اللي بتدي فعلا من لحمها، لأنه الغلاء للأسف طال الكل. الموضوع ده بيفكرني بأبيات شعر قريتها لعروة بن الورد المشهور بعروة الصعاليق. كان راجل معطاء جدا، راجل بيحب يدي الفقراء جدا وبيهتم بيهم، لدرجة انه بيقول لك لو هو في البيت حاطط لبن مثلا وحياكل، حد من الفقراء يخبط على الباب، خلاص الأكل ده ما بقيش بتاعه، بيجي بتاعهم هم. في شبه الجزيرة العربية زمان كان البرد بيشتد في الشتاء، فتخيلوا كان أكله كله أو عايش على المية، لأنه أكله كله بيديه للفقراء يعني. فأنتم متخيلين إحساس طعم المية الباردة على معدة فاضية. كان هو أنشد أبيات بخصوص الموضوع ده يعني. أنتم متخيلين إنه عروة بن الورد ده كان عايش مع عنترة بن شداد في نفس الزمن، لدرجة إن عنترة بن شداد بيقول له عروة: أتدري يا عروة أجمل بيت شعر قلته وتمنيت لو أني قائله؟ أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. يعني أنا أشرب المية في الشتاء والمية باردة وأنا جعان، يعني على مية على معدة فاضية يعني. سبب إنه عروة بن الورد قال أبيات الشعر دي إنه كان جه واحد صاحبه قالوا بص على وشه بيقول له: أنت وشك بهت وشحب وخسيت كده ليه؟ وكان صاحبه ده سمن. تمام. فعروة بن الورد أنشد الأبيات الحلوة دي. بيقول إيه؟ بيقول: إني امرؤ عافي إنائي شركة، يعني أنا باكل مع الناس بشارك الناس. إني امرؤ عافي إنائي شركة، وأنت امرؤ عافي إناءك واحد. أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد. أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. فطبعا في زمن الغلاء ده احنا بنفتكر عروة بن الورد. سلام لعروة في ذاك الزمان، سلام لعروة في هذا الزمان، وسلام لكل عروة في كل زمان. السلام عليكم.